السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء باشا، صاحبة قناة فرش عرايس طنطاوية. اللي اول مرة يشوف قناتي، انا دعاء بفرش شقق عرايس. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس الكل عشان يوصلكم كل جديد في شغلي بامر الله. النهارده ان شاء الله معانا فرش شقة عروسة جديدة، ومن احسن الشقق اللي انا بجد فرشتها، من احسن الناس اللي انا اتعاملت معاهم. قبل ما ناخد جولة سريعة كده في شقة عروستنا، اتمنى منكم تدعوا لها دعوة حلوة من كل قلبكم، ان ربنا يساعدها هي وعريسها ويملاها لها بالحب والخير والفرح والذريه الصالحه. اللهم امين. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما شاء الله. ده كده كان الصالون بتاعها. شفتوا الكراسي الفوتيه من ورا كان فيها شغل في القماشة نفسها. قد ايه الصالون كان رايق وجميل وشيك جدا. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. كل تفصيلة في الشقة عاملة الستاير ماشية مع ألوانات السجاد بحيث ان هي تكسر اللون الكافيه. كل حاجة كانت منظمة وجميلة في الشقة ما شاء الله. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. اللهم امين. ما شاء الله. كانوا جايبين الصالون مكون من 2 كنبة و4 كرسي فوتيه. عايزة اقول لكم ان كل تفصيلة في الصالون دي قد ايه كانت قيمة وجميلة جدا، والسجادة وتناسق الحاجة. حطيت لها كده المفرش بتاعها وحطيت عليه بونبونيرة كريستال. دي كانت كنبة زيادة كده، العريس كان عاملها عمولة خارج الصالون نفسه، وعامل الكنبة والنيش عمولة. اما بقية الموبيليا نفسها هو شاريها جاهزة. بس ما شاء الله ذوقه جميل جدا في اختيار الحاجة. ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب. كان عامل برضو مكتبة كده في قلب الحائط نفسها، مبنية تقريبا بالجبس. وزعنا لها بقى فيها بعض الديكورات والزرع الأخضر بتاعها، وحطينا طقم الغزالة. والعروسة كانت جايبة نجيلة خضرة برضو، عملناها كده في قلب المكتبة. هي كانت حباها، شكلها شيك برضو جميلة جدا. ربنا يسعدها ويهنيها. وحطينا لها برضو الزرع الأخضر ده في الجنب. تحس ان الزرع الأخضر بيدي روح حلوة للمكان. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. هنا بقى ده الجزء الخاص بالسفرة بتاعتها. ما شاء الله. كسرت القاعدة وعملت نيشين، كان في مستوى كده بيطلع لنا السفرة نفسها ما شاء الله. السفرة ديت السفرة كده كاملة على بعضها. وزي ما قلت لكم هو كان عامل نيش عمولة لوحده، مكون من البوفيه والقطعة النيش. والسفرة ما شاء الله مكونة من 6 كراسي، حطت لها مفرش وعليه طبق الفاكهة الكريستال. وعلى البوفيه برضو حطيت لها مفرش، وحطيت عليه برضو فازة كريستال، وهنرجع له تاني دلوقتي. بس تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل النيش. هو برضو نفس الوانات النيش التاني اللي هي السفرة كاملة على بعضها. هو يعني النيشين الاتنين فادوها بصراحة ان هي لمت حاجتها كلها فيهم. ما شاء الله. هي حاجتها كتير، هي مش بنوتة وحيدة، هي اول فرحة مامتها، وربنا يفرحها باخواتها التانيين يا رب. ما شاء الله. كانت جايبه لها الحلو كله. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. في اول رف حطت لها القارورة البوهيمي ديت، وحطت لها برضو طقم كاسات RCR، ودخلت معاه برضو طقم كاسات جولد. هنا حطيت الطقم الصيني، الطقم الشاي والجاتو بتاع الصيني. وتحت هنا حطيت لها برضو طقم خشاف كريستال، ودخلت معاه بعض اطباق من الصيني بحيث ان هو يدي راحة للعين، وفي نفس الوقت تكون النيش رصته هادية وجميلة. اصلا هو الصيني بتاعها كان كبير ما شاء الله، 12 قطعة. من كل قطعة 12 ما شاء الله. ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها يا رب. يعني الأطباق المتوسطة 12، الأطباق الكبيرة 12. فما شاء الله خد معانا كذا رف، يعني ما شاء الله وزعناه في النيش ده والنيش ده، بحيث ان احنا برضو نحط الحاجة في نفس الوقت يكون شكلها متناسق وحلو جدا. هنا برضو حطت لها بونبونيرة كريستال والفازة الكريستال والمفرش. ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. هنشوف مع بعض بقى في البوفيه حطت لها ايه. حطت لها الطقم الاكروبال. ما شاء الله. رسمته برضو كانت هادية ورقيقة جدا. يا ربنا يسعدها ويهنيها يا ربنا. برضو حطيت طقم شاي وجاتوه من الصيني. وتحت بقى حطت لها شنطة المعالق، وحطت لها برضو صواني التقديم بتاعتها الاستانلس ما شاء الله. في الضلفة بقى التالتة دي من البوفيه حطت لها بقية الطقم الأكروبال. ما شاء الله. رسمته كانت هادية وبسيطة جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض القطعة التانية من النيش أو النيش التاني بتاع عروستنا. هي كسرت قاعدة أي عروسة، يعني دلوقتي العرايس بيلغوا النيش أصلا تماما. هي زودت في النيشين لأن ما شاء الله حاجتها كانت كتير جدا.
فما شاء الله وزعنا لها الحاجة كده على النشاه. هنا حطيت لها برضو طقم كاسات بوهيمي ودمجت معاه طقم كاسات تاني، وفي الجناب كده حطيت لها طقم استكانات قهوة، وحطيت لها برضو شوبات RTR. ما شاء الله كل الحاجة بتاعتها كانت ماركتها شيك وجميلة جدا، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. حطيت لها الطقم الشاي اللي هو الطقم الشاي والقهوة، ما شاء الله ربنا يبارك لها، ودمجت معاه برضو طقم كاسات جولد. وهنا حطيت برضو جزء من الطقم الصيني. اللهم بارك. عايزاكم بقى تقولوا لعروستنا رأيكم في حاجتها، في اختيار حاجة النيش الاتنين. حاجتها زي القمر، ربنا يسعدها ويهنيها يا رب بحاجتها. ما شاء الله ربنا يهنيها ويرزقها فيها بالذرية الصالحة يا رب، ويملاها لها بالحب والخير والسعادة هي وعريسها يا رب، ما شاء الله. وعايزة كمان رأيكم في الكومنتات في رصي للنيش دوت والنيش ده. هنتظر رأيكم وهنتظر كومنتاتكم الحلوة، وبجد أنا فرحانة بتفاعلكم معايا الفترة الأخيرة. بجد حبايب قلبي، من ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. ده الحمام الخاص بالضيوف. تعالوا بقى نشوف بقية الشقة وبقية الجزء التاني بتاع شقة عروستنا. ده كده كونسولته كان جنب باب الشقة على طول، من دخلة الباب على ايدك اليمين. هنا دي السلالم دي بتطلع على الغرف جوه، الجزء الخاص بغرف النوم بتاعتها والمطبخ. ما شاء الله في الطرقة هنا حطينا لها التلاجة والديب فريزر، عشان مساحة المطبخ عندها ما كانتش هتستوعب ان هي تحط فيها التلاجة والديب فريزر، هي كانتش حابة ان الدنيا تزنق عليها يعني. ما شاء الله ده هنا المطبخ، هنرجع له دلوقتي تاني ونشوف تفاصيله، بس حابة اوريكم غرفة الليفينج الاول وبقية الغرف بتاع عروستنا. دي غرفة الليفينج بتاعتها، كانت عاملة فيها ركنة كده، ما شاء الله الواناتها برضو كانت هاديه وبسيطه، وزعت لها عليها الكوشن ده بالشكل دوت. ما شاء الله. والوان السجاد برضو تناسق في اختيار الحاجه. هنا دي كانت الشاشه ومكتبه الشاشه بتاعتها، ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها يا رب. الناس اللي حابة تتواصل معايا وحابة تعرف مثلا أسعار الفرش، تعرف الدنيا ايه، الرقم بتاعي في الفيديو تحت للتواصل، اللي حابب يتواصل معايا أنا تحت أمركم. ما شاء الله. برضو هنا دي غرفة الأطفال، ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب ويرزقها فيها بالذرية الصالحة. ما شاء الله. ده كده شكل التسريحة بتاع الغرفة. أنا بقول لكم ما تنسوش تحطوا اللايك. ما شاء الله ربنا يسعدها يا رب. حطت لها برضو ملايات جميلة وشكلها شيك جدا، ربنا يهنيها بحاجتها يا رب. تعالوا بقى نشوف مع بعض رصينا لها ايه في الدولاب وفرشنا لها ايه، ونشوف ذوقها في اختيار مفروشاتها وحاجتها الجميله، ربنا يهنيها بحاجتها يا رب. هنا حطيت لها لحاف بتاع سرير اطفال، وحطيت جنبه دفايه على شكل تاج. وهنا بقى بقيه المفروشات بتاع غرفه الاطفال وغرفه غرفه النوم الكبيره. تحت بقى حطينا لها 2 كوفرتا للسرير اطفال، و2 دفايه برضو للاطفال، ومفرش لحاف للسرير الكبير، ودفايات للسرير الكبير وكوفرتات. وحطت لها الملايات بتاع سرير الاطفال، ومعاها برضو بعض فوط من فوط غرفه الاطفال اللي عليها دباديب وكده. هنا بقى حطينا لها برضو لحاف، وحطيت جنبه دفاية لسرير أطفال اللي هي على شكل تاج، نفس اللي كانت موجودة هناك، وحطيت لها الفيونكة القمر دي. والشماعة طبعا سايبينها للعريس، لأن طبعا ما كانش في مكان هناك للتعليق له. ما شاء الله ربنا يسعدها ويهنيها يا رب بحاجتها. أتمنى أن رصة دولاب غرفة الأطفال تعجبكم. ما شاء الله. ده كده الشكل العام لغرفة الأطفال بتاع عروستنا. تعالوا مع بعض نخش نشوف غرفة نوم عروستنا ونصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد إيه الغرفة جميلة وشيك جدا، ربنا يسعدها ويهنيها في حاجتها يا رب. فرشنا لها بقى كده على السرير مفرش صفت التركي، وللعلم حطت لها برضو الحاف، لان احنا كنا لسه في موسم الشتاء. الفيديو ده بقاله فترة معايا، بس غصب عني انا بقالي فترة طويلة مش عارفة منتج بسبب شغلي وبسبب بيتي. على قد ما بقدر بنزل لكم فيديوهات. هنا ما شاء الله ده كده كان شكل الكونسولتو الزيادة مع الغرفة، وهنا التسريحة بتاعتها ما شاء الله. وزعت لها عليها بعض ازاز البرفين بسيطة، وحطت لها برضو كام بالت ميك اب بسيط كده، وحطت لها حاجات بسيطة كده على التسريحة. اللي متعود يشوف فيديوهاتي انتوا عارفين ان انا ما بحبش ازحم التسريحة واحط فيها حاجات كتير. بقية الحاجة بتاعتها وزعتها في الاضراب، حطت لها الحاجات الاساسية اللي هي حابة تستخدمها، وبقية الحاجة وزعناها في الاضراب بتاعتها. هنا ما شاء الله ده الدولاب بتاع الغرفة. دي مفروشات برضو ملايات للسرير الكبير وفوط، وحطيت برضو لحاف تاني غير اللحاف اللي احنا شفناه في اوضه الاطفال، واللحاف اللي انا فرشه لها على السرير. ما شاء الله كان عندها 3 ألحفة للسرير الكبير.
ده كده شكل الحاف. هنا حطينا لها ملايات وحطيت لها برضو دفاية بالسرير الكبير بتدريج الالوان بقى وتناسق الالوان بتاعتها ما شاء الله. وهنا برضو حطيت لها ملايات وفي الجنب التاني برضو فوط. حطيت لها هنا بطانية برضو للسرير الكبير وحطيت لها دفايات برضو للسرير الكبير. اللهم بارك يا رب، ربنا يسعدها ويهنيها في حاجتها يا رب. وقد ايه الحاجة كانت بسيطة وشيك جدا. وكنت فرحانة جدا بنظرة العروسة لما شافت الدولاب بعد ما اتفرش. بجد ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. حطينا لها كده اللبس الشتوي واللبس الصيفي. اللبس الشتوي هتقولي يا دعاء انتي بتقولي ان احنا كنا في الشتاء فرفعتي الشتوي فوق ليه؟ ان ما شاء الله الشتوي كان كتير والضلفة اللي فوق كانت اعلى معايا من اللي تحت. واللبس الصيفي بتبقى تطبيقته صغننة فبياخد معاكي لو الرف واطي مش مشكلة. زي ما انتم شايفين ده مفرش السرير بتاعها ما شاء الله. المفرش كان عاجبني جدا ورسمته كانت بسيطة ورقيقة جدا. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. اللهم بارك يا رب. فرشته لها كده بالشكل دوت. ده كده الشكل العام لغرفة نوم عروستنا. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. اللهم امين. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا ده الحمام الخاص بيها. كان فيه القعدة والبانيو وكل تفاصيله كده كاملة. دي كانت وحدة كانت لسه هتتعلق يتحط فيها الشاور والحاجة بتاع الحمام. على الفواطة هنا بقى حطت لها الفوط. وده كده كان شكل حمام عروستنا. تعالوا بقى ناخد جولة سريعة في المطبخ ونشوف تفاصيل المطبخ وجماله. ما شاء الله المطبخ وذوقها في اختيار الحاجة. ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. ما شاء الله كده. ده كده شكل الرخامة وزعت لها عليها الحاجة بتاعتها. هنا دي كانت الغسالة بتاعتها الاوتوماتيك الكاملة كريازي. وهنا البوتاجاز بتاعها كان ماركته تقريبا برضو كريازي. هنا غسالة فول اوتوماتيك ما شاء الله ماركتها شارب. اللي هيقول لي يا دعاء هي حاطه الغسالتين ليه في المطبخ ومش حاطه التلاجة؟ يا جماعه انا بنصح اي عروسه بجد حقيقي يا تحط الغساله في الطرقه يا تحطها في تقفيله المطبخ. خاصه الاوتوماتيك بحبها على طول في تقفيله المطبخ. هتقولوا لي ليه؟ لان الغساله في الحمام انت كده بتدمريها حقيقي بتدمريها. يعني لو عندك فرصه ان انت تحطي الغساله في الطرقه او في المطبخ يكون افضل ليكي كتير. هنا برضو حطت لها كاسات للاستخدام. هي دي وحده نيش برضو في المطبخ هي عاملاها في اول دخلتك من المطبخ كده. وحطيت لها برضو طقم قهوة وحطيت برضو شوبات مية وشوبات للشاي. ما شاء الله. هنا برضو حطيت لها كوبايات شاي وكوبايات مية. وهنا برضو كذلك حطيت لها طقم الشاي البورسلين دوت. ما شاء الله كانت جايبة طقم شاي بورسلين كان نفس النوع. وهنا حطيت لها الأجهزة الكهربائية خلاط هاند بلندر الكبة المطحنة كل الحاجات دي مضرب بيض عصارة كل الأجهزة الكهربائية حطيتها لها كده في الوحدة ديت. هنا حطيت لها الشواية الأرفف اللي فوق دي حطيت لها فيها الحاجات اللي هي مش هتستخدمها على طول. هنا حطيت لها طقم الجرانيت ده ما شاء الله كان لونه حلو قوي. ربنا يسعدها ويهنيها يا رب بحاجتها. وماركته كمان كانت حلوة قوي. هنا حطيت لها ترمس الشاي دوت. وفي الوحدة دي بقى حطيت لها بعض حاجات من الطقم الاستانلس. حطيت لها حلل استانلس حطيت لها كسرولة. حطيت برضو طقم كانت كستانلس مع بعض برضو الهون برضو الاستانلس كذا حاجة كده من الحاجات الاستانلس. هنا برضو حطيت كوبايات زجاج طقم خشاف كريستال. حطيت الطواجن البورسلين الزجاج. هنا دي وحدة للخزين. في الوحدة دي برضو حطت لها اللهم صل على النبي مكنة الزبادي ومكنة الايس كريم والميزان. هي كانت جايبة 2 ميزان واحد حساس وواحد عادي. حطيت حافظ الطعام. هي برضو كانت حابة تسيب الكولمن دوت على الرخامة. هي كانت هتشيله بس هي قالت لي سيبيه مؤقتا دلوقتي يا دعاء. ففضل معانا في التصوير واحنا شغالين. هنا حطت لها علب التلاجة كلها وتحت حطت لها صواني الكيكة كلها. وفي الوحدة دي برضو حطت لها بقية الصواني بتاعتها الألمونيا. وحطيت برضو براد ستانلس وحطيت تحت برضو غلاية مصافي ستانلس. حاجات برضو كانت خاصة من الستانلس. طبعا انتوا شفتوا الوحدة اللي فوق حطينا فيها طقم الستانلس الحلل الاستخدام كلها الصغننة. وهنا ما شاء الله حطيت طقم برضو تاني اللي هو الطقم التيتانيوم ده. وحطيت قلايات تحت وحطيت برضو براد جرانيت. وفي الأدراج بقى وزعت لها الرفايع بتاعتها كلها ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا برضو بقية الرفايع بتاعتها.
وتحت برضو حطيت لها الفوط والحاجات اللي هي تستخدمها في المطبخ. والله انا مش عارفه الحاجات دي دخلت هنا ازاي، بس مش مشكله هنعديها لحد ما نخلص فيديو شقه عروستنا. وبعد ما بخلص الفيديو بشيلها بقى من مكانها تاني لو هي مش عاجبني مكان. هنا حطيت كل البلاستيكات بتاعت عروستنا في الوحده دي، شفاشق البلاستيك والبولات البلاستيك كلها. ما شاء الله ربنا يسعدها ويهنيها يا رب. بجد حابه ارحب بالمتابعين الجداد اللي نوروني في قناتي، بجد تسلمولي وشرفتوني وانتوا على دماغي من فوق. وهنا ما شاء الله حطيت لها الطقم الميلامين القمر دوت. بجد الطقم ده كان خاطف قلبي، تحسوه ان هو مش ميلامين اصلا، تحسوه طقم عشا بورسلين، تحسوه حاجه تانية، تحسوا ان رسمه الميلامين بتاعته اصلا شيك وحلوه قوي. هنا حطيت لها طقم عشا برضو تاني. وهنا برضو ما شاء الله حطيت لها الكوبايات الاستخدام للميه وللشاي. هنا حطيت برضو العجان، وحطيت حلة الضغط. ما شاء الله ده كده الشكل العام لمطبخ عروستنا. خلصنا جولتنا كده في مطبخ عروستنا. ما شاء الله ربنا يسعدها ويهنيها يا رب، بجد تستاهل كل خير. عايزاكم تدعوا لها من كل قلبكم، وانتظروا فيديوهات العرايس الجديدة الجاية. وبجد بشكر كل حد تابعني وحاطيلي لايك وكومنت حلو منه. انتظرونا في فيديو جديد مع شقة عروسة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.